السلام عليكم. معلش يا جماعه اعذروا الاضاءه والضلمه اللي انا فيها، بس يعني قصدي انا في فكره كده ضغطه شويه جت فجاه اميني. ما علينا. دلوقتي تقول الاسطوره في العلاقات الانسانيه ما بين بالذات البنات والولاد، انه الشخص الغير مهتم، تمام، لو انت عايزه يهتم ابدا ما تهتمش بيه بقى. تمام، يعني انت تبقى مش مهتم بشخص غير مهتم فهو فجأة يهتم. تمام، حد كان قايل لي النظريه الجميله ديت، لاني يعني كنا بنتحدث كده في عصف ذهني كده مدهش، يعني في قاعده ملهاش اي 60 لازمه على شخص ملوش اي 60 داعي. تمام، فانا فجاه اللي هو ايه، يعني حضرتك يا فندم، طب لما هو يبقى مش مهتم وبعدين انا ابقى مهتمه، بس انا هبقى مش مهتمه علشان هو يهتم، فطب احنا حضرتك بالنسبه للعلاقه الغير مهتمه دي يعني اجيب حد تالت يهتم بينا احنا الاثنين ولا نعمل ايه بالظبط؟ يعني عشان بس الواحد تعب هنا، يعني الواحد كمان الافكار الكتير اللي هو بيقعد يفكر فيها دي، يعني هو امر مدهش يعني في الحقيقه. والعلاقات الانسانيه بالذات ما بين الولاد والبنات يعني حاجه ولا خبور في الراس، يعني فاهم، يقول لك ايه، لا ما انا قاسي ايه، قاسي هو مش مهتم بيا خالص، طب انا اعمل ايه، هموت عايزاه يهتم وانا مهتمه، يعني فاهم ازاي؟ فتقول لها ايه بقى، ما تهتمش بيه، فيقوم هو يهتم. ده مرض بقى ولا ده اثاره ولا ايه؟ وبعدين ما تفهمش، هو عموما الانثى عندها كده احساس غريب. يعني انا هتكلم طبعا كأنثى، يعني مكتوبه لي في البطاقه كده، فانا يعني الحكومه قالت كده فتمام. فهي الفكره كلها انه حضرتك يعني هي الانثى دايما اما بتبقى انت مش مهتم بيها ما تفهمش بقى، هل ده رغبه في الاثاره، رغبه في الطموح، رغبه في مثلا مسابقه جديده الماونتن ديو، اعلان غير مدفوع الاجر، يعني انا مش فاهمه. يعني بتبدا بقى هي تتجنن انه ازاي مش مهتم، وبعدين الموضوع برضو اعتقد انه يطبق على اي كائن حي بما فيهم الذكور، فاهم ازاي؟ فانا في الحقيقه الموضوع بالنسبه لي عامل لي ازمه كبيره، يعني انا بحاول ان انا اوجد له اي سبب، اي مبرر، اي منطقه للموضوع، مفيش خالص، يعني فاهم؟ حتى اللي بيحصل قدامي دلوقتي في الشارع امر غير عشوائي، يعني الناس ماشيه بالعرض واحنا داخلين بالطول، فالحوار نفسه متناسق جدا مع فكره ان انا لوني بامبا، لون البتاع اللي جنبيه دي اللي انا مش راضي اعدلها من اول البتاع، ومع الموضوع الغير منطقي اللي احنا بنتكلم فيه. فطب وبعدين